السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض الكابتشينو بطريقة سهلة جدا وسريعة، ما رح نحتاج فيها لأي أدوات كهربائية، وأكيد بتلزمنا في حال ما في كهرباء أو ما في خلاط كهربائي في البيت. رح نحتاج 3 مكونات فقط: نسكافيه وسكر ومية. هلأ في وعاء، يفضل إنه يكون للوعاء غطا أو أي مرتبان متوفر في البيت. رح أضيف 3 معالق كبار من السكر، عفوا 4 معالق كبار من السكر، لأني راح أعمل 4 كاسات من الكابتشينو. هاي المعلقة الرابعة، وراح أضيف 4 معالق كبار نفس المعلقة من النسكافيه اللي هو القهوة السريعة الذوبان. ضل معنا معلقة، أصبحوا هيك 4 معالق. راح أقلبهم مع بعض بهذا الشكل حتى يمتزج السكر مع النسكافيه. وهلأ راح أضيف عليهم 4 معالق من المية تكون باردة ما تكون ساخنة، وانتبهوا إنه ما تزيد عن 4 معالق حتى نقدر نحصل على قوام متماسك ورغوة للكابتشينو. راح نغطي المرتبان ونرجه بطريقة سريعة وبقوة. راح يحتاج معنا لبعض الدقايق حتى نقدر نحصل على قوام متماسك وجامد يدينا رغوة مناسبة. كل ما حركنا بقوة أكتر ودقايق أكتر بنحصل على رغوة متماسكة أكتر. هلأ راح أفتح المرتبان وأحاول إني أحرك بالمعلقة عدة دقايق. طبعا أنا كل ما حركت أكتر راح أحصل على مزيج أفخم وأجمل. راح أستمر في التقليب بضع دقايق لحتى يتكاثف معي المزيج. وهلأ بعد عدة دقايق من التقليب المستمر حصلت على هذا القوام، ولاحظوا إنه اللون أصبح معنا أفتح من قبل، وكل ما قلبنا أكتر كل ما حصلنا على مزيج أكثف من هيك. وطبعا لو متوفر الخفاق الكهربائي رح نحصل على نتيجة أفضل. هلأ هذا المزيج ممكن إحنا نحتفظ فيه بالثلاجة لمدة يومين مش أكتر. وهلأ رح نجهز مع بعض كوب من الكابتشينو. وهلأ على مج من الحليب الساخن رح أضيف معلقة كبيرة من المزيج الكابتشينو بهذا الشكل، ونقلبه مع بعض. ونزين برشة من القهوة السريعة الذوبان أو النسكافيه. هيك أصبح معنا الكابتشينو جاهز. بنصحكم إنكم تجربوه، رح تحصلوا على نكهة نفس نكهة الكابتشينو يلي بنشتريه من برا. وطبعا هلأ باقي اللي زاد معي رح أحطه بالثلاجة ورح نستخدمه تاني يوم، ورح نلاحظ إنه كمان صار معنا أكثف وأكثف وأخذ طعم أطيب. شكرا إلكم ويعطيكم العافية.